في سبيل الله من يكرى ربي خيس الجرا أجين قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله أكن جنين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع مع ربي لما رجع يوم الخندق يا خندق قولة ديبي وودع السلاح ديبي هج ميشا برا لبخاء واغتسل لكته فأتاه جبريل تلفجن وقد عسب رأسه الغبار على دكين متاسا قويدين فقال دوبا جبريل نجي ودعت السلاح أتي ميشا مدرو أتدرو لفخيس ميشاجي فوالله ما ودعته الرب إنك خد لفنكين يجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبا رسول جنين فأين دوبا إسل الله جنين قال ها هنا كنو أسل الله جين وأوما إلى بني قريزة وما جبريل ناخي خجن جمر بني قريزة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسر رسول خرساني بيجت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جن يضحك الله إلى رجلين ربي إنما لمن خبل جن يقتل أحدهما الآخر وكون سلميني خانك أجيس يدخلان الجنة جنة خوالين سنن يقاتل هذا في سبيل الله ربي خيس لجن فيقتل نيجيبما ثم يتوب الله على القاتل إيجاسي ربي إنما يسجي سر توبة ديبي ويستشهد خنيس شهيدة الدعاء جن. وعنه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول التين بفجي وهو بخيبر على خيبر جنون بعدما افتتحوها إيجاسي شمسني فقلت يا رسول الله يا جماعة ربي تين جيني أسهم لي ناقو دين جيني فقال بعد بني سعيد بن العاص قرين المان سيد بن واس جيجي لا تسهم له يا رسول الله ابن مخنا جيجي فقال أبو هريرة أقوسي أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل وكان جوكم عبد الله المقوقل جيسيجي فقال ابن سعيد بن العاص دوبن سنجيا وعجبا لوبر تدل علينا وي أجائبه اللي سنقب بيجي من قدوم ضان قدوم دوان غار جن الراجي ينعى علي أنا رتي بيسو قتل رجل مسلم أجيتشا قربا مسلمة أكرمه الله على يدي الربين هركا خوتر الشهيد ما إساخن نقدسه ولم يهني على يديه أنا مو هركا سارة كانت كيسن أي بيرجي خن أي بيسو وي أجائبه اللي سخناتي جيجي عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو هريرة باني تبر أكمل تكسنا أنجا دبر آية عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أبو طلحة تيجان لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله كان صومني من أجل الغزو أجل لولاتي تيجان فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أقول النبي يندو لم أره مفطرا إسا صومنا لك سلنقر ريجان إلا يوم فطر أو أضحى هنا قيالا من كان ملي وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نبيجي إلى الخندق
فإذا المهاجرون والأنصار مهاجر توني أنصار يحفرون نكوتني في غداة باردة جنا محمد ديني جوتو خيس فلم يكن لهم عبيد جبرون نساء بنتان جن إساني بنتان جن يعملون ذلك لهم والنسون كان إساني بدلق فلما رأى ما بهم رسول وان إساني جلو قمارك من النسب تابارا والجوع جيلرا قال دوب جيجا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة كنجي اللهم إن العيش عيش يا رب الآخرة جرم بريد جرم آخراتي فاغفر للأنصار والمهاجرة أنصار مهاجرة أرارمي فقالوا مجيبين له إساني سالة ديبسا إسا قرن النجان نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا كنجان نحن الذين بايعوا محمدا نتيسر محمد عدي قرجان على الجهاد إسا وجين جهاد قدورت ما بقينا أبدا حنقجر رجيتو وعنه في رواية أنهم كانوا يقولون إسان كان جان تانية نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا تقوم تمانا وهو يجيبهم رسول جواب إساني بقودا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة اللهم لا خير يا رب خير انتاني إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة خيس برخا بوسيج عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبيين أركجي يوم الأحزاب ويا عذاب جامو ينقل التراب بيي خغورو فقد وار التراب بياض بطنه على بيين الدنيا غراسا دو ستين وهو يقول على جون لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا لولا أنت ما اهتدينا يا رب وصوات وجيل كباته ما اهتدينا جراتين وجيل جباتي وانك جيلوج ولا تصدقنا ليس صدق النوج ولا صلينا ليس صلاة النوج وأنزلا سكينة علينا ومالنا لرب سيج وثبت الأقدام البخين جبي سيج إلا قينا وعدوي كنا منين إن الأولى قد بغوا علينا رب كافران رت التوبر بادنيج إذا أرادوا فتنة أبينا رب ليس نجلسوا فدن جلاد النيج عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر لغسون كيس حبسهم العذر عذري سان كبيجي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعده الله وجهه عن النار 70 خريبا عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بغير فقد غزا عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها فقال إني أرحمها قتل أخوها معي وعنه رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر أنف خزيه وهو يتحنط فقال يا عمي يا ديرو ما يحبسك مال تسدور كجي ألا تجيء دفور مال تسدور كجي فقال الآن يجيء يا ابن أخي يا المبلسية مان دفخاجي وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى ندارب القوم ما هكذا كنا نفعل
نتبرك خنا خدل ينتاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وجه أدوي ليس خنا خدل ينتاني بئس ما عودكم أقرانكم والنهريان تيسن سنبرسير وأما تيجي عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم أدور مخابر أن ينافداجا يوم الأحزاب رجال الأحزاب فقال الزبير أنا جي ثم قال من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجان إن لكل نبي حواريا نبي داب جال الليت وحواري الزبير جال اللين قوم زبيري يجان عن روة الباركي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان الخيل معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواسي الخيل بركان سمو فرداخي ستات جن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله وقف على ربي خيست إيمانا بالله ربي أمن علتين وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروسه وبوله في ميزانه يوم القيامة عن سالم رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ابن تيجي في حائطنا فرس يقال له اللحيف جنيني أو اللحيف تقوم عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ وهل تدري ما حق الله على عباده وسرد الحديث وقد تقدم سيد بريجرا أجن عن أنس رضي الله عنه قال أجرب الله جتا